الو، انت ما وعد انك تجي ورا ما جيت. طيب يلا بسرعه ابن الكلب يلا. سامي يا سامي يا سامي، انت علامك ترفع صوتك علي في الجوال. ما هو شغلك ارفع صوتي ما ارفع صوتي، عرفت؟ وش ذا اللي انت جايبه؟ يا سامي انت تدور مشاكل يا اخوي، لا ترفع صوتك. والصندوق لقيته عند الجراج مكتوب عليه في الانجليز ما ادري وش. خذه تعال امسك عين. مكتوب في الانجليز والله ما ادري وش. صندوقي هذا صندوقي ولا مو بصندوقي؟ واذا صار صندوقي جاي عند استراحتي. وشو يا ولد لا قاعد عند الكراج. ترفع حد يفتح يا ولد ودي ناظر. لا صندوقي هذا. ودي بناظره والله ما تناظره. والله ما اخذ شيء والله. لا انا عارفك لا دب. وش فيه؟ تشهد. لا اله الا الله. رح. هذه طيارة يلعب برعين. سلم الطائرة. هبقى ناظر. حقت اغاني. جود والله حمار دقيقة. بسمع يوه والله حمار. اسمع بس جيب هذيك بوصله الحين. احنا بالبوصله. السهم خلي بحجاجك الايمن. إيه؟ لا تقضب من ياسر، اقضب من يامن. ليه هذا اللي مو هذا؟ هو كذا، هي مصنوعه كذا. طيب يعرفون مراحنا هم يعرفون مراحنا، ما صنعوها لا يعرفون كل كلهم. وين السعوديه هذه؟ شوفها سعيدا عربيا هذه؟ ايه سعيدا. الناس كلها حول بعض. يا ولد انا احس بالمسافه بعيده واثرها هنا قريب. لا ما يعني سبحان الله. سبحان الله. اصبر. انا اتوقع ان زبده هالصندوق هالرساله. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، إلى الأخ سامي سعود الملقب بسويمي أبو صندوق. الخطوط التركية تدعوه إلى رحلة العمر وإلى الجمال الفتاني وإلى السفر بين مدنها الشاسعة والجميلة. الشاسعة والجميلة في تركيا، وسوف تتفاجأ حين وصولك إلى تركيا.
وتمتع بالجمال الفتاني. لين الطيبة جابت بس مشاكل. يلا تبي شيء؟ روح انا بجهز اغراض. يلا ضف الاغراض ها، وادفع فلوس الهندي حق استراحة. لا تنسى تعلم. يلا